هو احنا ازاي بلدنا مش مصممه للناس اللي بتصحى بدري؟ بجد مش مصممه. يعني انت ما ينفعش تصحى بدري في هذه الدوله. يعني ايه هتصحى بدري بقى؟ لا هتعيش ازاي؟ اساسا كل حاجه قافله، كل الصناعيه قافلين، كل اماكن الشغل قافله، مش ممكن. حاجه رهيبه. البنوك بس اللي فاتحه تقريبا والشركات المحترمه يعني، لكن بعد كده بقى ايه؟ اي مصالح تانية دي انت عايش لوحدك ماشي. كل اصحابك بيسهروا، الناس كلها بتسهر. الستوري دي انا بصورها اصلا الساعه 9:30 الصبح اهو دلوقتي، يعني ده مش بدري قوي يعني طبعا. يعني هتلاقي، انا عارف اللي انت بتشوف الستوري دلوقتي دي بتشوفها على الساعه 3 وانت لسه فايق من النوم. يا جماعه دي كارثه صحيه واقتصاديه، ويعني حاجه مش عايز اقول لك صحتك عامله ازاي. يعني انا جالي بيشنت، انا مش من الناس اللي بصحى بدري، اللي هو انا بصحى 7 ماشي. جالي بيشنت قبل كده من الناس اللي بتصحى بدري بقى، من اللي هو بتوع 5 AM كلاب، اللي هم الناس اللي تفتح 5 الصبح تصحى، اللي هو بيصلوا الفجر وينزلوا دول. قال لي انا انسان وحيد وانا انسان مكتئب وعايش لوحدي all the time. ليه؟ قلت له ليه كده بس؟ قال لي انا ما بعرفش اصحى بدري واصحى متاخر وانام متاخر. انا بصلي الفجر وابدا يومي 5 الصبح وابدا يومي. قال لي نفسي حد يعبرني الصبح، نفسي مراتي تعبرني، نفسي اصحابي يعبروني. قال لي بصحى انا لوحدي تماما. فمثلا بيصحى هو 5 الصبح، على ما بينزل يقضي مصلحه بينزل 12 تكون الناس فتحت، فهو قاعد بقاله 7 ساعات لوحده ما بيعملش اي حاجه. مش عارف يبدا حاجه في يوم. فلو عايزين نتكلم فيها طبيا بقى، طبيا يعني يا حبيبي، انت الكبد بتاعك مش هينام الا من 1 ل 3 الصبح. يعني انا دلوقتي داخل انام الساعه 12 بالليل، تمام؟ الساعه 1 بيبدا الكبد يستفيد من نومي ده. مش اي ساعات الكبد بيستفيد من نومي، ساعات معينه هي اللي الكبد فيها بيستفيد من نومي، اللي هو السيركيديان ريذم. السيركيديان ريذم ده يعني حوار طويل كده، ما علينا. يعني المهم يعني مش عايز ادخلكم في تفاصيل. الكبد لازم يكون نايم من الساعه 1 صباحا الى الساعه 3 صباحا. هو بيحتاج الساعتين دول للنوم، الكبد بالذات. وهتكلم عن الكبد لان هو ليه فوق 700 وظيفه ماشي. اكبر فلتر في جسمك هو الكلى. الكبد يحتاج من 1 ل 3 ينام ماشي. الناس اللي بطنها وجعها وهضمها وحش وكتفها اليمين وجعها، فتيجي حضرتك بقى تقول بقى ايه؟ لا انا بنام ال8 ساعات بتوعي، بتخشر لي صوتك، فاهم؟ اللي هو ال8 ساعات بتوعي. لا، احنا عايزين ننام ال8 ساعات بتوع ربنا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني احنا بننام بالليل بنصحى الصبح. الميلاتونين ده هرمون بيفرز من حته اسمها الغده الصنوبريه جوه المخ، حاجه كده قد حبايه البسله ماشي، اصغر كمان. بيطلع ماده الميلاتونين دي عشان حضرتك تخش تنام، بتبدا تهديك كده. حتى التتويبه اللي انت بتفكس لها على الساعه 10 بالليل بتجيلك كده، ايه ده انا بتوب بدري كده ليه؟ وبعدين تروح مكمل يومك وتبدا تتعرض للبلو لايت اللي هو بيكسر ازاي بقى الميلاتونين؟ البلو لايت، ايه هو البلو لايت؟ اللي هو الضوء اللي بيخرج من الشاشات، البي سي، الكمبيوتر، شاشة الموبايل، شاشة التلفزيون، وانت بتتفرج يبدا يطلع البلو لايت ده. والبلو لايت ده حضرتك يبدا يكسر الميلاتونين بتاعك عشان انت سهران، فتبدا حضرتك ما يدخلكش في النوم العميق، وتبدا بقى ايه؟ بتخش انت في النوم بفعل الاغماء بعد الفجر. يقول لك لا انا بنام بعد الفجر، انا بنام بعد الفجر. تصحى بقى كده طبعا نمت زي ما نمتش، احمد زي الحاج احمد صاحي متدمر. صاحي متدمر كل يوم الصبح ماشي. صاحي ما انت ما نمتش اصلا، وانت نمت ال8 ساعات بتوعك انت، مش بتوع ربنا، فاهم قصدي؟ ان انت بقى من 4 صاحي 12 و12 ما كفتك.
لان بقى ال8 ساعات بتوعك دول مش هيكفوك لو اتشقلبت. هو لو نمت بدري هم هيكفوك، وهيكفيك 6 ساعات، وهيكفيك 4 ساعات لو نمت بدري. ماشي. لو نمت 12 ممكن تصحى بعد الفجر فايق وزي الفل وتطبق وتكمل لتاني يوم. فاهم ازاي؟ لو نمت الساعة 11 ممكن تصحى فعلا بجد. جربوها، انت خسران ايه يعني؟ جربها، قول النهارده تمام انا هصحى لحد بعد الفجر، خلاص اوكي، ما انا متعود. ماشي، خليني نكمل لحد بعد الفجر، وخليني بعد كده مكمل، وبعدين اروح انام ساعتين وقايم، وافضل طول اليوم ناقص نوم، عشان لما اجي بالليل انام الساعه 11 اقع من طولي. انام بدري بقى الساعه 11، شوف بقى تصحى انت بعد الفجر فايق قد ايه. فاللي عايز اقوله ان لا، النوم بدري مش رفاهيه. ماشي. النوم بدري هيريكفر اعضائك بجد. الكبد لو اشتغل بجد كفلتر ونظفك بجد، ونظف عضلاتك ونظف امعائك ونظف اكلك، شوف بقى الايفكت بتاعه عامل ازاي بعديها، شوف حياتك عامله ازاي بعديها. لا بجد يعني موضوع النوم انا كنت من الناس السهيره جامد يعني، غلط تماما. لا لما ذاكرت الموضوع ده وفهمته وطبقته في حياتي، لا وبعدين ايه، انا مش مطبقه عادل يعني. الناس بقى اللي بتصحى بجد بدري، بص خلينا واضحين، كلنا قاعدين كده ورانا بكميه بلاوي ما خلصتش، ومحتاج تقعد عليها انت في ساعه صفاء ذهني كده لوحدك وتقعد تخلصها. بلاوي. وصدقني عيالك محتاجينك، يعني عيالك محتاجينك يبقى معاك فلوس، عيالك محتاجينك تبقى مركز وصحتك حلوه، وعيالك يا ست هانم، عيالك محتاجينك تبقى انت صحتك كويسه، عيالك محتاجينك ان انت تبقي صاحيه من بدري، عامله الاكل وعامله مليون حاجه ومجهزه اللبس وغسله وكاويه وكل حاجه. وبعدين في لقطه كده، في فخ بنقع فيه احنا كأسر، كرجاله وستات. يعني الراجل والست بيحتاجوا يقعدوا لوحدهم من غير العيال، فبينيموا العيال ويسهروا، ويجي من هنا بقى باب السهر اللامتناهي، السهر لساعات طويله بالليل بحجه ان احنا عايزين نخلص من العيال ونقعد بقى ايه ساعتين مع بعض. طب ما نخليها الصبح يا جماعه، طب ما نتخمد كلنا بدري. كلنا بدري. معلش انا شرقت في الستوري اللي فاتت، معلش انا بحكي بقى يعني، احنا اهل يعني. طب ما نتخمد كلنا بدري وننام ونتقي الله كده في نفسنا وفي صحتنا، ونصحى بدري نعيش يومنا. دي المشكله. نودي العيال المدارس نقعد مع بعض مثلا، بلاش يا سيدي، نقعد ساعتين قبل المدارس. ماشي. وبعدين كده يعني مثلا، يا سلام لو بنصحى احنا 5، نقعد من 5 مثلا على الاقل بقى. انا بحس بصراحه يعني، انا بحس ان الوقت ده الشيطان فيه بعيد عن البني ادم، وبالليل ده شياطين الانس والجن كلهم، فاهم قصدي؟ كل واحد بقى جاهز لك، ان كان بقى ايه، اكل متاخر، تدخين، نميمه، كله قاعد سهران وصاحي يعني. فبصراحه بحس ان السهر ده ما بيجيبش الا بلاوي. السهر ده كارثه ما بتجيبش الا بلاوي. هتقعد تعمل ايه يعني بالليل يعني؟ هتقعد تعمل ايه بالليل بجد يعني؟ الا طبعا الناس اللي بتقيم الليل يعني ده طبعا ده شيء رائع جدا يعني. ولكن هتعمل ايه بالليل لو ما بتعملش حاجه عدله بالليل بجد؟ لا يعني، طب يعني نام بدري واصحى بدري، اشتغل يعني خلاص. بص، كل واحد بيقرب من ربنا بطريقته. في اللي بيقرب من ربنا لا انا بتشعب في المواضيع شويه معلش. في اللي بيقرب من ربنا بشغله، في اللي بيقرب من ربنا بعبادته وصلاته. في ناس بتسهر بالليل تقعد تقيم الليل، لا كده سهرك ده مفيد. لكن سهرك بياكل من صحتك وخلاص، واكل غلط وتدخين وبتاع، خش تخمد احسن، نام.